أنا عايزاكِ في موضوع مهم أوي. قُلت لها: "خير يا ماما." قالت لي: "شوفي يا بنتي، أنتِ ما بقيتيش صغيرة، وأكيد أنتِ شايفة الطريقة اللي أبوكِ بيعاملنا بيها، وعلى فكرة أنا سألت وعرفت إنه بيقبض أضعاف اللي هو بيبعته لنا، يعني أنا ما ظلمتوش، غير إني عذرته كتير." وقُلت لها: "أيوه يعني عايزة تقولي إيه برضه مش فاهمة." قالت لي: "أنا من حوالي 6 شهور رفعت قضية خُلع على أبوكِ وكسبتها." والمفروض إن يكون وصل له جواب وعرف إني خلعته، بس يمكن بسبب الظروف إن هو مسافر وكده، الجواب ما وصلّوش وما عرفش، وأنا لمّا لقيته ما عرفش، قُلت أحسن عشان يعني ما يأثّرش معاكِ في المصاريف، وأنا دلوقتي متجوّزة على سُنّة الله ورسوله، ومعظم الناس عارفة إن أنا متجوّزة ومنهم جدتِك. ما رضيتش أقول لِك وقتها على كل ده، لإني خُفت عليكِ أوي، لأحسن تزعلي على أبوكِ وتتأثّري وتجيبي مجموع مش حلو في الامتحانات، لإن أنتِ كنتِ ثانوية عامة وشهادة. كمان خُفت لأحسن يبطّل يبعت لِك فلوس، وعلى فكرة أي فلوس أبوكِ كان بيبعتها كنت باصرفها عليكِ كلّها. أنتِ دلوقتي عرفتِ كل الحقيقة، وخلاص أنتِ كبرتِ، وأنا من حقي أشوف حياتي. اتصدمت صدمة عمري، يعني إيه الكلام ده؟ يعني ماما اتطلّقت من بابا واتجوّزت واحد تاني؟ يعني أنا كنت باصوّر أمي وجوزها؟ طَب ليه كده؟ يعني بابا دلوقتي موقفه إيه؟ مش عارفة، شكلي مضطرة إني أقول لبابا. هو دلوقتي بابا هييجي قريب، ولو رجع ولقى الوضع ده وأنا ما قُلتلوش، هيجيب الحق عليّا ويقول لي أنتِ ليه ما قُلتيليش، وساعتها هيفتكر إن ليّا مصلحة في كده. أنا هاقول له وخلاص. وفعلًا اتصلت ببابا وقُلت له كل اللي حصل. ساعتها بابا ما استحملش وجات له أزمة قلبية ونقلوه على المستشفى. بابا كان عنده أمل إن الصور تطلع مزيفة، وإنه يرجع ويصلّح الأمور، أو حتى ينفصل هو وماما، لكن ما جاش في باله إنها ممكن تخلعه وتتجوّز تاني بالسرعة دي وبالسهولة دي. ولمّا صحّته